لكن كمنظومه الاتحاد يعني حتى احنا عندما ننتقدك يعني او ننتقد الاتحاد نقول لا تتحسس منا. من ينتقدك من يحبك هو من ينتقدك عشان تصلح وضعك يعني. كي تصلح وضعكم يعني. لا نجلس فقط نلمع يعني. سؤالي الاول يعني من المؤتمر الصحفي الاول اللي عقدناه قبل 5 أشهر يعني الان ما يقارب من 6 أشهر. يعني شكلت قبل 4 أشهر اكثر من 4 أشهر شكلتم لجان. نريد نعرف الى مدى نجاح هذه اللجان، ماذا فعلت؟ يعني ايش العمل الذي قامت به؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني يعني اتحاد الكره يعني ما زال يسير بعشوائيه، حتى لا يزعل الاستاذ حسن انه دائما تعقد مني كلمه عشوائيه، وانا سوف اقول ظل لان المنظومه نفسها يعني تكون من تحت رئيس نادي الاتحاد يعني يسيروا بصوره عشوائيه نقول نوعا ما. ثاني شيء احنا قبل فتره عقدنا مع كان في ديوان اقامه اليمن اليوم وجلسنا نتناقش مع الامين العام. الامين العام يعني نستغرب يعني فقط جلسنا نتناقش معه حتى اسلوب الحوار ما كانش في عنده اسلوب حوار لايق جدا يعني. عندما تيجي تقول له ايش عملتوا الان؟ ايش خطتك المستقبليه؟ يقول هيا جدتي. بالله عليك هذا امين عام. قال له قدم استقالتك يعني ايش بوضوح هنا؟ قدم استقالتك. قال اذا انت ما نجحت في عملك خلال 8 سنوات او 9 سنوات قدم استقالتك. قال انا ما بحكمش عليه انت بالاستقاله الجمعيه العموميه مع انه هو معين وليس منتخب يعني اعتقد حسب علمي يعني. ثاني شيء الجهاز الفني يعني مدرب عليه هل سيستمر الان ام بعد المنتخب الاولمبي على طول يتجه الى بلاده شهر اجازه وشهرين؟ هذه كما لاحظنا المره الاولى يعني ما تحصل عندنا هذا اتحاد الكره. المدرب سؤال المدرب طبعا ولا عيد مره ثانيه؟ سؤال المدرب يعني فقط. المدرب يعني سؤال يعني لحد الان لاحظ انكم عملتم 3 مباريات والرابعه كانت الذي خسر المقلة امبارح يعني مش عيب انه نخسر لكن العيب انه لما لاحظنا بانه الجهاز الفني حتى لم يضع تشكيله مناسبه يعني وكانكم لم تضعوا التشكيله المناسبه للقيام بالمباراه القادمه عندنا. يعني 7 إلى 8 أو 9 تغييرات دليل انه التشكيله الاساسي احترام الخروج فيها. شكرا.